المولد وصاحبه هو الضيف. عندنا هنا اخبار النظر ايه؟ عشان بس انت شايفه يعني. ازيك يا محمد؟ عايزين نشوف مدام سماح هتعمل ايه. انت طيب. انشن صح؟ اهو. هي جت ولا ما جاتش؟ تاني عايزين تاني. ده صعب النشان ده. كويس ان الواحد معفي من الجيش والله. ايه واحده خابت. تختاري بقى، هي تختار اللي يعجبها. هي دي اللي نقالي دي حلوه قوي. جميله، ربنا يخليك، ميرسي جدا. سماح عايزه اسالك عن النشان. هل ممكن نصيب او ممكن تصيبي اكتر من هدف بنشان واحد؟ اضرب كذا عصفوره بحجر. ايوه. بتيجي صدفه طبعا، الواحد ما بيبقاش يعني منشن قوي كده. يعني لو نشنتي على يعني زي ما بيقولوا ايه، لو انت عايزه مثلا النجوم، نشني على القمر. يعني ان الواحد دايما ينشن اكتر من اللي هو محتاجه، علشان يوصل على اقل تقدير لحاجه يعني مرضيه يعني. في هدف هل كنت بتنشني عليه وصاب، وهدف تاني بتنشني عليه وبيخيب؟ بس انا اصلا يعني لو نشنت على حاجه من غير بقى نظر، يعني الحاجه لو مش نظر دراسه، الهدف بياخد عندك دراسه عشان تنشني عليه، صح؟ طبعا. لا، وانس ان انا يبقى عندي هدف لازم اجهز له كويس قوي قوي قبل ما توجه له خالص. يعني لازم اذاكر. ايه الهدف اللي نقدر نقول درستيه قوي 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 بس النشان ما اصابش؟ لا، وايه اللي انت ما كنتيش عامله يعني حسابه انك يتصاب خالص وهو فعلا الهدف وصلنا له؟ والله يعني مثلا حكايه ان انا اعمل برامج او اعمل حاجه غير التمثيل دي ما كنتش منشنه عليها خالص ولا في بالي اصلا. يعني جت صدفه، وزي ما بيقولوا عملتها ونفعت يعني، او عملتها ونفعت.